مين ما يعرفش أغنية وحوي يا وحوي؟ الأغنية اللي بنستقبل بيها شهر رمضان كل سنة، صغير وكبير عارفها جوه مصر وبره مصر. بس في مرة كده وأنا قاعدة بسمع الأغنية سألت نفسي يعني إيه وحوي يا وحوي؟ ويعني إيه إيوحة؟ واشمعنى قال يا اختي يا إحسان مش أي اسم تاني؟ فدخلت على جوجل وعرفت أصل الحكاية، وأصل الحكاية بتقول: بص يا سيدي، انت اكيد استغربت زي ما انا استغربت كده بالظبط. هقول لك اصل الحكايه. اغنيه وحوي يا وحوي غناها احمد عبد القادر واتذاعت في اول مره سنه 1937، والاغنيه عجبت الناس جدا وشهرته في الوقت ده. طب يعني ايه وحوي يا وحوي؟ ويعني ايه اياحه؟ نرجع بالتاريخ لورا ونقول ان كلمه وحوي يا وحوي هي كلمه فرعونيه معناها اهلا او مرحب. اما كلمة اياحة فهي معناها هلال او قمر، والاغنية دي اتقالت لاستقبال الملكة اياح حتب، زوجة الملك سكننرع وام الملك احمس اللي طرد الهكسوس. ناخد كده لمحة سريعة عن الموضوع ده ونرجع لموضوعنا. الملكة اياح حتب كانت دايما مصرة ان هي تشجع زوجها واولادها ان هم يطردوا الهكسوس، ولما زوجها توفى وابنها الكبير قبل ده ما يحصل فضلت ورا أحمس لعند ما خلص على الهكسوس وطردهم من مصر، والمصريين استقبلوها بوحوي يا وحوي إياحة تقديرا لجهودها اللي عملتها علشان تنقذ مصر من خطر الهكسوس. في معاني تانية كمان اتقالت للكلمة دي، والمعنى التاني بيقول ان اصل الكلمة دي اصلها فرعوني قبطي ومعناها ذهب ورحل. يعني الاغنية دي كانت بتتغنى كل استقبال هلال، يعني مش في رمضان بس. طيب امال عملوها في رمضان امتى وارتبطت برمضان امتى؟ في الدولة الفاطمية اتغنت لهلال شهر رمضان وارتبطت بيه. فلو جينا نقول ان هي بالمعنى ده يعني رحل وذهب هلال شعبان وجاء هلال رمضان. وفي معنى كمان اتقال للكلمة دي وان هي برضو كلمة قبطية معناها اقتربوا اقتربوا لرؤية الهلال، وبرضو كانت بتتقال لاستطلاع هلال اي شهر مش رمضان وبس. الرأي الأخير بيقول إن الكلمات دي معناها فرحة فرحة، وإياحة معناها قمر، وكانت بتتغنى لبنت السلطان. كانوا يقولوا وحوي يا وحوي إياحة بنت السلطان إياحة لابسة فستان إياحة، يعني فرحة يا فرحة بنت السلطان القمر لابسة فستان قمر. طيب ليه بقى قال هاتي فانوسك يا اختي يا احسان؟ ما قالش اي اسم تاني؟ ما قالش سهيلة مثلا؟ هاتي فانوسك يا اختي يا احسان يا اختي يا احسان. السبب ان اسم احسان كان منتشر في الفترة اللي اتغنى فيها الاغنية في بنات الطبقة الوسطى، فكان الاسم دارج ومنتشر في الفترة دي، فشالوا بنت السلطان وحطوا كلمة احسان علشان يعني اغلب الناس اللي هتسمع في اكيد يعرفوا حد اسمه احسان. بس كده ده اللي اتقال ودي اصل الحكاية، لكن صح واكيد 100% ما نعرفش. وايا كان اصل الحكاية وفصلها واصل الاغنية فهي برضو اغنية من التراث وهتفضل مصاحبانا لشهر رمضان. وحوي يا وحوي اياحة. انا بكده جاوبتك على السؤال اللي كان بيجي في دماغك لما بتسمع الاغنية دي، يعني ايه وحوي يا وحوي ويعني ايه اياحة واشمعنى احسان؟ استنى الفيديوهات الجاية هتجاوبك على اسئلة تانية كتير واصل عادات رمضان في عادات رمضانية. كل سنة وانتم طيبين، مع السلامة.